السلام عليكم. اهلا بيكم في 5 هندسة. لو بتبدأ مشروع جديد لازم تبقى عارف ان اول خطوة في حماية المبنى من الرطوبة ومن المياه الجوفية هو عزل القواعد. علشان كده النهاردة هنقول لكم على الخطوات الصحيحة في عزل القواعد. القواعد هي اول جزء بيقابل المياه الجوفية والرطوبة الموجودة في الارض، ولو ما عملتش عزل كويس الخرسانة هتبدأ تمتص المية دي والرطوبة، والحديد هيبدأ يصدأ، وبالتالي هيحصل انهيار بطيء او موت بطيء للمبنى. ولكن مع العزل الصح بنعمل طبقة حماية كاملة بتمنع تسريب المية نهائي. اول حاجة في خطوات العزل هو تنظيف القواعد من اي تراب، ولو في اي تعشيش بنبدأ ان احنا نعالجه، او اي فواصل كذلك بنعالجها. اتنين، بنفرش طبقة من البرايمر، وده بيزود قوة الالتصاق بين الخرسانة وطبقة العزل اللي انا هعملها. بعد كده ابدأ اسخن البتومين واضيف عليه شكاير مؤكسدة. طب ايه هي فوائد الشكاير المؤكسدة دي؟ اول حاجة بتعمل على رفع درجة الثبات الحراري. طيب رقم اتنين، بتزود درجة الصلابة والقوة بتاع البتومين. تلاتة، بتقلل من معدل التسييل بتاع البتومين. تلاتة، بتحسن الالتصاق بين طبقات العزل. رقم أربعة، بتعطي مقاومة أفضل للأملاح والكيماويات، وبالتالي بتعطي عمر افتراضي أطول، وبتحسن القوام. وبعد كده بنفرد البتومين السخن، وبعد ما بنفرد البتوبين السخن بنفرده على طبقتين عكس بعض، وبعد كده بنبدأ بعزل الجوانب، وبعدين بنختبر العزل عشان لو في اي تسريب او اي حاجة يبقى احنا عارفينه. بعد كده بنعمل طبقة حماية، وبالذات طبقة الحماية دي بتكون مستحبة في جدران الواجهة او الجدران المعرضة للردم. بعد كده بتكون القواعد جاهزة للردم بأمان. يعني الخلاصة، اعزل مظبوط يعني مبنى يعيش أطول ومشاكل رطوبة صفر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا لكم. مع 5 هندسة.